والله العظيم ضبانه ما تمر. خدت جيشه ده، ها، ويوم انت مش برضه قال لك في انا لقيت خبر زي ده انه الجيش التشادي رافق شحنه بتاعت اسلحه بتاعت مسيرات لغايه الحدود معاه مرتزقه. فمحمد كاكا الجيش الجنجويدي ده اللي بيستنفروا من كل مناطق الجنجويد في تشاد، او ما يسموا بعربشتات ديل، بيستنفروا داير يخش السودان، الجيش التشادي بيقول له اتفضل خش، لكن ما بتجي راجع تشاد. يعني زي ما بيقولوا دخول الحمام ما زي خروجه. فبالتالي بيخليهم يخشوا السودان لكن ما بيخليهم يرجعوا. والخلاص الليله نحن غايته نحن غزاة يعني كويس. فانا والله ما اعرف، ما ابقى لكم فيلسوف يعني ولا ابقى عرف، لكن هننتظر الايام دول حتى يوم تقول والله كلامك اليوم انت قلته ذاك صحيح. والله تقول لي كلامك اللي قلته ذاك صحيح، وانا غايته ما اعرف، لكن احساسي كده بقول لي يا هو بالضبط دي الحقيقه، وانه مصلحه كاكا الاولى في الحرب دي انه يتخلص من هؤلاء الناس المنافسين في كرسي وعاملين له صداع وممكن يسبب له في ازمات لاحقا يعني. بجد والله ممكن يسبب له في ازمات لاحقا. فالجنة ده مستفيد لعبينا يعني. الله فعلا يكون تخلص من الجنجويد وهرب الشتات. الله كاكا غايته عملها فينا، والله عملها فينا عمله شينا خلاص. وبالمناسبة يا شباب كاكا عارف انه الجنجويد السودان ما حينتصر، هو واثق من الحته دي، لكن ما حيقول لهم ما حينتصر ولا حيقول للامارات الناس زي الحي ما حينتصر. لا احنا اخر كلام اجتماع له، وانا جبت لكم في الفيديو اللايفات اللي فاتت وريتكم، اجتمع مع قاداته مع ناس انه الشغله دي انا حسلمكم الفاشل وحسقط لكم الفاشل. هو عارف الكلام ده. والاماراتيين ما عندهم حلال، لازم يقولوا لكاكا اوكي سمعا وطاعا، ونحن انت داير شنو نديك، وهو قال نقول لهم انتوا دايرين شنو نعمل لكم. هو عارف انه الجنجويد حيقدر يسقطوا الفاشل، ولا هو حيقدر ولا حيقدر يستلموا السودان، ولا حيقدروا ينتصروا في اي حته. لكن جانا مفتح لمصالحه، هنعمل شنو؟ لازم يجي ياخذ قريشاتهم ويشيل منهم سلاح ويلز المعارضه كلهم يمشي يموتوا في السودان. وزول دخل السودان يجي طالع ما في. والله زول كده دخل من تشات للسودان ما بقول له يرجع تاني، والرجعت ده بيرجعوك في الحدود، يسلموا سلاحك وبعد ذاك بيقبضوك معرفه يودوك محل يودوك. وده بالضبط الان اشتغلوا كاكا، ده بالضبط اللي اشتغلوا كاكا. طيب انا ما اقدر اطول في اللايف ده كتير يا جماعه، الناس دارين قستي. طيب اتمنى انه اخونا ده ما يكون جنجويدي بس في السودان اتخلصوا منه. هل كلهم انتهوا؟ ما كلهم، لكن يعني جاب الحميه والدافع كده بدافع غريب في بدايه الحرب دي بالذات، دخلوا بالالاف لانه كانوا واثقين تماما انه نحن استلمنا السودان والبلد دي حقتنا. يعني هم خلاص جابوا باسرهم، جابوا عيالهم، جابوا غنيماياتهم، ما خلوا حاجه. معظم القاده الكبار ديل جو عشان هم يكونوا من الاوائل يشفشفوا، وينزلوا يمسك له ارض ويمسك له بيوت ويمسكوا عمارات ويمسكوا حاجات، يكونوا قاعدين في البلد. دقصتهم انه جبهه كله يعني خلاص احنا ماضيين السودان ده خلاص مسكوه، احنا اي زول يجيب عياله وبحاجاته، المعارضه اللي في تجي بكله بتجي بقاداته كلهم بياته، ما نخلي زول ورانا. لكن حساباتهم كانت غلط، جو انجغم جو يعني ما في زول فيهم جا مره. بالذات شفت الفاجر دي غير الشغله دي 360 180 درجه، لانه معظم القاده بتاع المعارضه التشاديه انجغموا في اسوار الفاشر، او لو ما معظمهم نقدر نقول اكبرهم واكثرهم ما عارف هناي، يعني على راسهم مهدي بشير. يعني ما مات براو، مات معه ضباط صف وجنود وقاده وناس كبار في حركه فكت، وجن انجغموا في اسوار الفاشر. فغيرت الفاشر، غيرت المعادله بشكل كبير جدا جدا. كويس. والله يا اخوه زي ما بيقولوا الحرب دي الجانب السيء فيه كثير، والجانب المشرق برضه فيه كبير يعني الجانب المشرق برضه احنا ناس شايفين الخسائر والنزوح والحاجات، لكن السرطان اللي مسبب ازمه في السودان وفي افريقيا بشكل عام حيتم التخلص منه الى الابد. الى الابد حتكون المقبره هي السودان. هذه الافه اللي تسمى بميليشيا الجنجويد العابره للحدود، اللي عندها اسماء مختلفه من دوله لاخرى، حيتم استئصالها في السودان والى الابد.
وسبحان الله القاده الكبار بتاعنا الميليشيات دي في الدول الجايين منها غلب الدول دي نهائي. يعني مهدي بشير ده مثلا على سبيل المثال في تشاد ما قدروا عليه، ما قدروا يمسكوا، ما قدروا اي حاجه. دردقوا جابوا الفاجر تخلصوا منه. ها حسين اللمين جوجو كان عامل زعزعه هناك، دردقوا جابوا السودان انجغموا في الخرطوم هناك. فاي حبيب حريكه كل القاده بتاعنا الجنجويد بيجيبوهم عشان ينجغموا وتخلصوا منهم في السودان. وانا بتخلي ده شغل مخابراتي بحت يعني، والله ده شغل مخابراتي بحت. غايته الكلام اللي انا قلته ده اذا صحيح كده صح وبقت هناي، غايته حيكون الشغل المخابراتي بتاع كاكا ده بيكون طب عديل. والله حيكون شغل زول ده اشتغل شغل مخابرات وبتكون شغاله شغل حجيب كله. اذا فعلا الكلام اللي انا قلته ده بانه الزول ده جاب الناس زي مدردقون عشان يسوي، اذا فعلا صدقت المقوله دي او التحليل ده لو طلع سليم حيكون مخابراته دي طلعت مخابرات شفت عدل. والله لانه كونه يدردقوا لكم الناس يا اخي. انا ما قادر استوعب الليله. احنا كدوله، انا كزول رئيس، زول رئيس المعارضه الرئيسيه، اكبر معارضه زول معارض لك في دولتك هو الزول ده، انت مسكته وسجنته وتكلبشوا وتصوروا وتجيبوا تعرضوا للميديا انه خلاص الراس الاكبر بتاعت المعارضه قبض ما تودي تسجنوا، تمشي براك تفتحوا الباب من السجن، تطلعوا تلبسوا كاكي، تنظفوا تحمموا تمسحوا، تدي سلاح تدي عربات، ترجعوا لجيشه ذاته، الجيش المعارضك ذاته، ترجعوا تقول له تفضل ده هاك ده جيشك، تسلبوا جيشه في يده، تدي معاه سلاح، تفتح له الحدود تقول له امشي السودان. ده شنو يعني؟ انت تقدر تتخلص منه على حساب منو؟ على حساب معلش يا شباب. هو جاتني مكالمه عشان كده الصوت كان قفل وكده، جاتني مكالمه. الصوت لو تجي مكالمه بتاع ده بيقفل يعني، ما اعرف. فعلى العموم يا شباب انا ما دار اطول زي ما قلت، اطول زي ما قلت لكم. لكن ده الحاجه الواحد شايفها، وباذن الله تعالى منتصرين على الجنجويد. وهم زي ما قالوا في النفق الاخير يعني، في النفق الاخير كويس. لكن اشتغلوا فيهم شغل نظيف والله، ده شغل مخابراتي، شغل بتاع كهنه كبار، شغل بتاع كهنه كبار. الزول ده يشتغل فيهم شغل غايته ما عارف. لكن بعد الحرب دي اوتار كثير حتتعدل، والاجيال الجايه حيعيشوا في سلام يعني، بجد حيعيشوا في سلام. انه الخلا ده ما حيلقوا تاني زول يجي يداقرهم ويقول لهم ندخل بهايمين في مزرعتكم ويستنكح الناس وكده. لا، حتى التشادين حيرتاحوا والله، الشعب التشادي حيرتاح قبل الشعب السوداني. وهسه الشعب التشادي مرتاح في الخريف ده. شوفوا الله الطيب قال لي محمد ادريس بيطلع الجنجويد من تشاد وطلع فرنسا من تشاد. والله العظيم فعلا كلامك صحيح، والله طلع الجنجويد من تشاد وطلع فرنسا من تشاد. وهسه كاكا اخذت جيش في الحدود السودانيه، جنجويد يجي مقبل تشاد ما في، ابرجع. ولو راجع ده في الحدود سلاحك كف، وين السجن؟ ما حيفكوك في الخلص هي. ولو داير تخش من تشاد للسودان بيفتح لك تخش، ممكن يديك سلاح يقول لك امشي خش، امشي داوس، ما عنده لك حاجه، امشي داوس. دايرين الصنفر يقول له امشي داوسه، لكن الرجوع ما ترجع. فنجح انه يتخلص من من الجنجويد، ومن بعده تخلص من فرنسا يعني. كاكا لعب جيم والله لعب جيم بتاع كهنه كبار والله. فعلا لو ما محتاج لفرنسا بعد ده خلاص ما حيحتاج لفرنسا في شيء. تفضل يا مصطفى، اسال طوالي. مصطفى علي، لا عندي سؤال. تفضل طوالي اسال. والله على حسابنا نحن المساكين يا اخ. الموسف انه الكلام ده كله عمل على حسابنا يعني، حساب اهلنا وكده. الكارثه انه اتسلح يعني، شوف سلح جيشه ده من الامارات. والله شفت السلاح اللي جابه من الامارات ده، لا دافعوه قرش لا تعرف، جنيه ما خسرانه في السلاح ده. وانا بتخلي اشوف ذاته بيكون بلسه الجنجويد وبحرج وراهم، بقول اسمع الجنجويد داخله بالشارع ده. والله اشك انه ذاته بدي احداثيات للجماعه في الارض، بقول له اسمع الناس دخلوا بالشارع ده والجنجويد دخلوا كم كميه ودخلوا يعطوا اجغموا، وذاته يسلعهم ويلزهم ويقول لك يا جماعه اسمع الناس والله شايلين السلاح بالحته الفلانيه، شغل مخابرات تحت الطعن. ما بعد هو دار يتخلص منهم يعني، لانه عارف لو يتمكنوا من السودان كرسيه حيكون في خطر. فبالتالي يديهم سلاح وينفخون ويقول لهم امشوا، في نفس الوقت يجي داخل السودان يرسل الجماعه امشوا الى السودان. الجيش السوداني السلام عليكم،
انا استنى لكم، ما اعرف في متحرك جاي شحنام لك مرتزقه من هنا من تشات، في زي 2,000 وشارين لهم سلاح وياتوا داخلين بالشارع الفلاني الحقوهم. جا لانه ما ممكن نسمع لك متحرك جاي داخل جغمه، متحرك جاي دغمه، طياره جات جغمه، ياتوا ما اعرف جغمه. والله لكن غايته. الله يدي العافيه.